السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفلوق جديد. اليوم الحلقة الثانية من زيارة اسطنبول تركيا. راح نكون معكم في فيديو في اثنين من أفضل الأماكن في اسطنبول. مكان اليوم هو مول فلوريا، وسوف ننتقل بعدها لمكان جديد راح يعجبكم بزاف. يلا اليوم راح نعيشوا هذه اللحظات لا تنسى. قبل ما نبداو بالفيديو ما تنسوش الاشتراك ودعمونا ان شاء الله. يعني رانا في مكان راقي جدا، مكان جميل. هاو المكان امامكم. انا جيت شويه بكري لمول فلوريا باسكو راهي الساعه راهي 5، مازال شويه سخانه باسكو رانا في الصيف. سخانه ما تقدرش تصور مليح، لي فيديو ما يجيوش مليح، كاين الشمس كاين كلش. مي من بعد شويه كي تنقص الشمس راح يجيو لهنا، تلقاو غاشي كبير، تلقاو سهره هنايا، راح نديرو سهره هنا، موسيقى غناء. وهذه هي فلوريا، فيها بزاف حوايج، فيها ديك تاع الاسماك تشوفوا الحوت كلش، ولكن هذيك مدفوعة الأجر. هنا تقدر تجي تصور، تقدر تكون تعود سهرة والله تعقبوها بيان باطل خلاص. والمول داخل، كاين مول داخل اللي يحبوا تسوقوا منه، كاين بزاف ومنه، كاين دي كافيتيريا وين تاكلوا وين تحبوا تعيشوا أجمل لحظات. كما خبرتكم قبيل قلت لكم كاين بلايص لهنا وين تقدر تقعد فيهم انت ولا فامي ولا انت والاصدقاء تاعك على حسب مع من راح تجي. كاين دي ريستورون ولا دي كافيتيريا راهم يطلعوا على البحر ويطلعوا على كورنيش، كاين كورنيش ساحل البحر، وايضا هناك البحر امامك، يعني تقعد اليز تستمتع بالمناظر الخلابه، تشوف المناظر المليحه، تشوف الباخرات والقوارب يمروا قدامك. اون بليس والله تحب تقعد من داخل، كاين تاني دي بلاص من داخل في نص الريستورون تقعد اليز. وهنايا راهو كاين الكورنيش، هاو الكورنيش امامكم كما نعدتو لكم. يعني الكورنيش تحب تهبط تمشي فيه منا، ما ننصحكمش به في الصباح تكون سخانه كبيره. وبعدها قررنا ان نحاول الدخول للبارك تاعهم اللي فيه الحوت وفيه فيه كل انواع الاحوات وكل شيء، ولكن هذا البارك مدفوع. يعني رحت في ويكاند انا، قال لي الدخول لهنا مقابل 600 ليره. 600 ليره بزاف بالنسبه لينا، حوالي 500 الف تاعنا. وايضا قال لك في الايامات الاخرين الدخول لها راه يكون ب 500 ليره، يعني 480 ليره مع بعضنا. يعني انا بالنسبه لي ما تستاهلش اني ندخل لها، يعني مالغري فيها مناظر رائعه وفيها اسماك، فيها كل الانواع. وانا حبيت نعطيكم جوله صغيره على هذا مول موجود فيه كل الماركات العالميه، كل ما تعتقد انه موجود المحلات اديداس، نايك، بيوف بالنسبه للمكياج للنساء موجود ايضا في المول. يعني كل الماركات العالميه موجوده في هذا المول. ما نهضرش بزاف، ما نكثرش عليكم، نخليكم تعيشوا اللحظه. وايضا بالنسبه للاكل، محبي الاكل، كاين ماكدونالد، كاين كل اكل موجود. يعني يلا ناخذكم في رحله صغيره مع هذا المول، وان شاء الله يعجبكم هذا المول. الخير عليكم، عاودنا ولينا لكم كما قلت لكم. اليوم نروحوا للمنطقه الثانيه. المنطقه الثانيه هي منطقه سياحيه اسمها اورتوكاي. هذه المنطقه شابه 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 للغايه، فيها كلش. يعني اللي يجي لهنا يستمتع. شوفوا المنظر ورايا دوك تعرفوا كلش.
فيها غاشي كبير وفيها محلات وفيها كل شيء، يعني اي حاجه تحتاجها راح تلقاها هنا. تركيا في الصيف على الخلاف رغم انها تلقاوها مكتظه متعمره عن الاخر، ولكن فيها كل شيء جميل، فيها يعني ما يرقدوش. حنا حوالي الساعه الواحده ليلا راكم تشوفوا كلش حي، كلش يخدم، كلش مارش، كلش. يعني نخليكم تستمتعوا بالمناظر هذه مع بعضنا. الى هنا ينتهي هذا الفلوق، ان شاء الله يكون عجبكم. ثاني فلوق لينا رحنا لزوج مناطق مول فلوريا، وفي الليل كما رحنا للبورتوكايا ديال البلاصه اللي جبنا فيها القنطره تاع البوسفور من ورانا، جديده ورانا حاجه مليحه، حاجه شابه. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش تواصلوا بكل ما هو جديد القناه. يلا نلتقي بحلقه قادمه.